يلا بقى خلصتي الميك اب يجنن، عامله لك ميك اب حلو قوي. تعالي بقى قولي لي هتلبسي ايه؟ ما شاء الله، بالماه، جوتشي، دولشي جابانا. تختاري ايه بقى ولا تشوفيهم الاول؟ وريني طب الالوان. بص ده يعني الثلاثه أنا بحبهم، يعني الماركات دي انا بحبها. ده عادي يعني، بس هو اسود. مش عادي. اه هو عادي اكيد، بس مش عادي. يعني الجوتشي هيبقى مش عادي والبالماه هيبقى مش عادي برضه. بس احنا نشوف الالوان. اسود ده برضو اسود. ده انت الفرق. مياله للاسود ها؟ بس ده الفستان شويه وقع تحت. الفستان نزل. اسود برضو، بس هو برضو لذيذ احنا أوي. مش عايزين نحرق، هتشوفوها على الريد كاربت عشان لو عامله لسه ازاي، بعدين. عشان لو ايه ما نحرقش الفساتين كلها. لو هتلبس واحد منهم يبقى الاثنين التانيين لمهرجانات تانية. ايوه وده لونه ايه؟ ده يعني محوطاه اه شويه اهو. لا انا افضل، عشان انت كنت لابسه حاجه كده يوم الافتتاح. كان سيلفر. كان سيلفر، بس برضو كان فحاجه من الاثنين دول ولا؟ ماشي. ايه اللي انت رايك؟ شايفاه. انا شايفه يا الجوتشي يا البالماه، يعني الدولتشي جابانا طبعا. ماشي. ده اللعب كله. ايوه. يعني زينه بتاعت الماركات يا جماعه. طب تعالي بقى قبل ما تجهزي هنقعد سوا كده انا وانتي هنا دقيقتين، علشان الريد كاربت هتبقى زحمه مش هنعرف نتكلم. فاحسن حاجه ان احنا نتكلم هنا. جاهزين؟ ظبطتوا كله؟ ادينا بقى المايك التاني. احنا زي ما احنا اللايف، احنا دي الاستعدادات كلها. هتشوفوا بقى طبعا على الريد كاربت الفستان اللي اختارته. هنعرف وهي داخله، انا هسبقها طبعا وهنصور وهي داخله، وبعد كده هنشوف الفيلم مع بعض وهنكمل عن جيجي ونتكلم اكتر. لكن في البدايه اولا زي ما قلت وانتي بتعملي ميك اب ان مروه دور صعب جدا، بس كان في يعني تمثيل، يعني عايزه اقول مباراه فظيعه بينك وبين فرق. والشخصيه فيها مشاهد كتير، مش قادره اقول لك اي ماستر سين احلى، لان كل مشهد ماستر سين. انت بالنسبه لك اصعب ماستر سين، مش هقول لك احلى ماستر سين. بصي هو كله صعب، يعني هو ماستر سين طويل. يعني انا بالنسبه لي المشاهد كلها، حتى المشاهد اللي بتضحك فيها على فكره، يعني حتى مشاكل ما فيش مشاكل كتير بتضحك فيها، بس هي حتى المشاهد اللي بتهزر فيها هي جايه من وجع برضه. فلازم كنت ابقى محافظه قوي، لان انت بتصوري، احنا صورنا على مدى 5 شهور، هم 10 حلقات بس تصوروا على مدى 5 شهور اون اند اوف طبعا. بس انت لازم تخلي بالك بقى طول الخمس شهور دول ان انت تبقي ماسكه الشخصيه صح، وجايه منين ورايحه فين وعامله ايه وكده. وانا كنت الحقيقه حتى ما بحبش اتكلم مع حد، يعني واحنا بنصور كنت الوحيده اللي كنت بحب اهزر معاها لما اشوفها كانت مها نصار. ومدام صفاء التوخي طبعا بحبها قوي قوي، يعني كنت بحاول افك معاهم شويه بس ما كنتش بقدر. مش عايزه تخرجي من مروه؟ بس انا ومها، لا انا ومها كنت بهزر، ما كنتش بقدر امسك نفسي. انا بحب يعني انا رحت التصوير، بحس ان التصوير ده خلاص بيتي، ده مكاني، ده الناس اللي لازم ابقى عامله فيه عيله. قدرت اعمل ده مع مها ومدام صفاء طبعا وبنتي الصغيره، لان هم كانوا البيت، هم دول العيله الحقيقيه اللي في العمل. فالحمد لله ان ربنا كرمنا بناس يعني كانوا طيبين قوي وكويسين قوي، وانا كنت حباهم قوي الحقيقه. بس انت حبيتي مروه وتوحدتي مع مروه. يعني في مشاهد بلاقيها طالعه من قلب زينه كده. قوي. خرجت ولا لسه مروه؟ بصي خرجت طبعا على طول بعد المشاهد، بس لسه سايبه تراكمات. لا بصي المشاهد الصعبه قوي بتوجعك في حته، بتوجعك او بتلمسك في حته، او بتضايقك في حته، او بتصعب عليك في حته. فكل ده زعل تراكمي، عارفه، بتسيب تراكمات. فانا حاسه ان انا مش كويسه، انا مش كويسه. بس من ايه بقى؟ ما هم التراكمات دي، بس انا مش حاسه برضو. وكده كده انا ما بحبش اعيش في المشاكل، ما بحبش اعيش من الحزن. بعمله كده وبعمل نفسي عارفه. عندي ديناي، يعني على طول بعمل كأنه مفيش حاجه، هو على فكره مفيش حاجه. فانا ببقى مفيش حاجه بجد. ودي طريقه على فكره كويسه، ممكن كل الناس تستعملها اللي يقدر عليها طبعا، انه لا على فكره مفيش حاجه، فهتبقى مفيش حاجه بجد. بس جواكي في حاجه. في حاجه. في مشهد منهم في حسيتي ان انت مش قادره تكمليه؟ ووقفتي عشان تقدري تستعيدي نفسك تاني او تستعيدي مروه؟
بصي في مشهد انا بكرهه قوي. بصي لما يبقى عندك، انا ابويا الله يرحمه كان بالنسبه لي انت عارفه كل حاجه واهم حاجه واطيب واحن واحد عليا، انا من بعده بحس ان انا ما عنديش قلب اصلا، بحس ان انا قلبي مكسور كده، في وجع كده جامد. حتى ولادك ما عوضوش لا لا ده؟ لا لا، ما فيش حد هيعوض الاب، ما فيش حد يعني، ولا انا هعرف اعوض ابويا ولا هم هيعرفوا يعوضوني ان شاء انا الله مش بعد عايزه عمر تعيطي طويل. عشان البنت بقى لها ساعه بتعمل مكياج، لا 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 مش هعيط. فارجوكي. فلما يبقى الاب بقى كده بالنسبه لك وانت مش عارفه تعيشي من غيره، وبعدين تيجي تعملي مشهد تشتمي في اب، اللي هو المشهد بتاع الدكتور النفسي، ان انت تشتمي وتفضلي تقولي مات ولا راح في 60 داهيه، انا مش على اب ما كنتيش قادره؟ ما كنتش يعني تعبتي عشان تعمليه. ده اكتر حاجه تعبتني جدا. يعني لا نخرج لا. من الموضوع وندخل على موضوع تاني. نجاحات زينة كلها، لا المكياج عاجبني ومش عايزين تمام. مش عايزين اي دموع النهارده فرح وريد كاربت وفساتين أيوة ودولشي وبالماء ويوم النهارده انت عروسه النهارده. أيوة. نجاحاتك دايما مع العدل جروب، ويمكن النجاحات القوي شفتها مع العدل جروب، وانا طبعا من خلالك بحيي العدل جروب، بحيي جمال العدل اللي قدم لنا مسلسل مهم جدا. دي قيمة جمال، انه دايما بيقدم لنا مسلسلات حلوة. ويمكن النجاح الاولاني معاه انت ونيلي كريم كان اعلى سعر، اعلى سعر، كان بيوازي ان اللي احنا فيه النهارده يعني، وخصوصا انه مش على منصه، مش كمان على التلفزيونات، ومش في رمضان. ما اعرفش، حاسه انه نجاح نجحوا قوي، بس دلوقتي اكتر كمان. دلوقتي اكتر. خلي بالك برضو. لا انا كنت في الاعلى سعر بشوف واحده ست ماسكه شبشب وماسكه التلفزيون وعماله تضرب بالشبشب، فنفس المشهد ده شفته على فكره، ان واحده ماسكه شبشب وعماله تقول لي اصحي بقى، فوقي بقى مش كويس بقى. ف لا في حاجات كتير، وفي واحد اسمه حمزه كده عمل فيديو برضو عجبني قوي، مش عارف، قعد يقول بقى عايزين نديها بقى جايزه بقى، لا عايزين نديها بقى جايزه بقى بره، مش نديها في مصر، دي عدت. الحاجات دي كلها والله حتى لو مش حقيقيه ومجامله وكده، وانا عارفه انها مجامله اكيد، بس بتفرح، حاجات بتساعدني انا، بتفرحني. العدل جروب، انا لسه كنت بكلم والله يا استاذ جمال، قلت له يا اخي الواحد بيبقى، انا كنت فاكره ان اللوجو بتاع العدل جروب ده قديم لازم نغيره يعني، بيني وبين نفسي طبعا ما اقدرش اقول كده يا استاذ جمال. فكنت حاسه ان هو لا ده في حاجات بتطلع اجدد ونجدد، ولازم نغير بقى القديم. بعدين اول ما تتفرجي على المسلسل، اول ما بيدخل كده تحسي ان انت اول ما بتشوفي اسمهم تحسي ان انت هتشوفي حاجه حلوه، هتشوفي حاجه ليها قيمه، داخله على خلاص نجاح. مش في حاجات بتطلع دلوقتي انا بشوفها مثلا، ايه ده مين دول؟ تمام حلو، بس خلي الشركات تطلع، بس دول بيطلعوا يخوفوا. يعني في حاجه، في هشوف مسلسل بجد، فاهمه؟ رغم انه مش بتاع حد مثلا كبير قوي زي نجومنا الكبار وكده، بس هشوف حاجه مهمه. انا وانس ان انا لقيت اسم الراجل ده خلاص، ده بيبقى جارانتي. ولما جاب لك الورق كنت مطمنه ان هيحصل النجاح الكبير ده؟ بصي انا الورق هو اللي كاتبه محمد رجاء، وده صديقي المقرب لقلبي وعقلي وكل حاجه، وانا بحبه قوي. ومحمد من الناس اللي انا يعني متوحده معاه فكريا ونفسيا وعاطفيا، فاهمه؟ انا بحبه وهو بيحبني نفس الحب، يعني حب متبادل. فهو بيعرف يكتب لي وانا بعرف يعني انا عايزه اللي يكتبه انا اكتب بس، مش عايزه حاجه تاني، وما تكونش دعوه بالباقي بقى، سيبوا الباقي عليا. المسلسل ونجاحه ده هيعوضك انك ما تعمليش حاجه رمضان؟ والله انا تفرحي شويه بالنجاح ده؟ ايه هو رمضان هينكد عليا؟ لا يعني تاخدي وقتك بقى شويه، ان النجاح ده محتاج يعني بالعكس. احتفالات ومحتاج يعني لا مش عايزه تنزلي لا عايزه اشتغل. انا مش بتاعه احتفالات، انا والله بتاعه شغل. يعني انا لو انت عارفه انا بقى لي 9 سنين ما جيتش مهرجان القاهره السينمائي عشان ما كانش عندي فيلم، وقبل كده ال9 سنين اللي فاتوا من 9 سنين جيت عشان عندي فيلم، كان فيلم الليله الكبيره مع سامح عبد العزيز الله يرحمه يا رب.
النهارده كان الصبح التأبين بتاعه. والله وبنته الله عملت يرحمه حبيبتي. فيلم صغير ما كده، شاء الله يعني ان ما شاء شاء الله الله. اما تكبر تعملي معاها فيلم بقى، طبعا لانها طبعا دي مخرجه بنتنا. مخرجه طبعا جميله، ما شاء واخده الله ما جينات شاء الله سامح، ما فان شاء شاء الله ما شاء الله تكمل مسيره باباها ان يعني. شاء الله باذن الله. من 9 سنين ما من جيتيش 9 سنين ما مهرجان؟ جيتش. جيجي اللي جابتك النهارده بقى. لازم يكون عندي فيلم قوي. انا مش قصدي ان انا ابقى بنتقد، بس عشان في ناس فهمت غلط انه انا بنتقد اللي يجي وكده، وقلت انا مش لا لازم لا انا تيجوا. قصدي لا انا قصدي بصي يا بوسي، انت مع فهماكي. الناس دي من زمان. يعني انا لما الهام شاهين او مع يسرا وليلى او علوي يسرا او ليلى علوي يجوا مهرجان، هم عندهم تاريخ طويل قوي، هم ماشيين بيه بتاريخهم. انا ما عملتش التاريخ ده لسه، فانا ما عنديش الطول اللي يخليني واثقه في نفسي ان انا اخش قوي على مهرجان، فاهمه؟ وزينه جت، لا انا لازم اجي بحاجه او لسبب، او ممكن اجي يعني ممكن اتشجع واجي، يمكن انا ما عنديش الجراءه دي او ما اتعودتش عليها او ما اتربيتش فنيا عليها، بس يمكن اقدر اعملها بعدين. لازم بالعكس يعني انا نفسي اروح مثلا مهرجان الجونه عادي. لازم تروحوا، يعني انا خليني من خلال ده ان انا اقول لكل الجيل يا جماعه لازم تروحوا المهرجان وتدعموه. يعني انا حسيت فهمي انه عامل مجهود كبير. ما شاء الله. لو ما كنتوش تدعموا مهرجان بلدكم كلكم، منى ومنى وهند وكريم واحمد حلمي، يعني كل الفنانين الجمال اللي احنا بنحبهم خلي بالك. فيعني لازم تيجوا وتحضروا، ولازم تدعموا المهرجان البلد، لان فعلا الناس بتقعد تقول فين النجوم، يعني ليه بنشوفهم في مهرجانات بره او بنشوفهم في الجونه ما بنشوفهمش في القاهره. فعايزين نكسر حده ان انا اجي عندي حاجه، لا انا جاي لان ده مهرجانك، مش مهرجان حد، ده مهرجانك ومهرجان انت هتشجعيني بقى، فتشجعي. نرجع لجيجي والفيلم بقى اللي فيه كوكبه من النساء بقياده مندو العدل، وبرده العدل جروب تيمه النجاح اللي لسه مكمله مع زينه، ونقول مجموعه من النساء، انت وصابرين ونادي السباعي وسوسن بدر ما شاء الله، ومعاكم طبعا احمد مجدي، بس عنصر النساء كبير جدا. هو انتاج راديو ستار، مش انا عارفه، بس في جزء من العدل مندو. مندو طبعا. مندو طبعا. هو كل حاجه الفيلم كله يعني بقيادته طبعا. مندو. ومندو عامل مجهود فظيع في الفيلم ده، واتمنى ان ربنا يوفقنا كلنا، واتمنى له ياخد جايزه لان هو تعب قوي بجد، وهو بيهتم بالمشاريع اللي هي المهمه. مجموعه الفيلم كلها، مجموعه العمل، كل البنات اللي في الفيلم والستات اللي في الفيلم عملوا مجهود كبير قوي. انا صراحه كان اول مره اشتغل مع ناهد السباعي، لذيذه قوي. نودي دي سكر، لذيذه قوي، بحبها قوي. مريم الخشت عملنا الفيلم الاول، وبعد كده عملنا المسلسل. الاستاذه صابرين كانت معايا قبل كده في مسلسلي في رمضان، وست لذيذه قوي ومجتهده، يعني بتعمل، يعني انا مش هقول رايي في صابرين، اكيد هي قبلي، وهي طبعا دي استاذه، دي ام كلثوم بتاعتنا. صابرين دي الجميله، وبقت مزه دلوقتي. ايه ما انا قلت لها تخشي على ادوار الجامعه دلوقتي. فانا مبسوطه مبسوطه كمان بالسيناريو والحوار والروايه. سيناريو وحوار هشام عبيه. الروايه حلوه قوي. انا قريت الروايه قبل ما اقرا السيناريو على فكره، اول ما مندو قال لي عليها. ومعانا راجل لذيذ قوي انا بحبه، استاذ صبري السماك، المنتج الفني، بحبه قوي. راجل لذيذ وعلى طول بيضحك، وعلى طول بيوزع طاقه ايجابيه. ومعانا في المسلسل برضه. ده كتاب واتعمل فيلم. روايه. لما قريتي الروايه اكيد قبل ما تعملي الفيلم في فضول ان انت تقري. هل كان عينك قبل ما تعرفي ترشيحك على دور من اخر من ادوار، لان كلها ادوار صعبه ومركبه، وكل واحد في عقده كده مش مظبوطه؟ عجبني الدور اللي اختاره مندو. ما كانش فيه تغيير، لا انا عايزه ده ولا عايزه لا عاوزه من اول ما قال هو ده على طول. لا عجبني قوي. ادوار معقده في السينما، ادوار معقده في التلفزيون، بقيتي نجمه الادوار المعقده. النجمه المعقده على طول. يعني خلاص دلوقتي انت اسمك هيرتبط بالادوار المعقده. هعمل كوميدي بقى خلاص. دمك خفيف، عايزين بقى تنزلي كده تعملي لنا افلام كوميديه. والله نفسي، انت عارفه انا بموت في الحاجات دي. حاسه ان انت ماشيه صح،
انك بتعملي رصيد، وان زي النجمات يعني مثلا الهام عندها 100 فيلم، وليلى عندها 100 الله. فيلم، ان زينه هيبقى عندها 100 فيلم، ولما تيجي تحتفل بال50 سنه زي يسرا هيبقى عندها متحف كده ومبسوطه وعندها رصيد. حاسه ان انت ماشيه في الطريق الصح، ولا لا متاخره شويه، عايزه اشتغل اكتر، عايزه ادوار اكتر؟ بصي هقول لك على حاجه، يعني انا مثلا عندي لغايه دلوقتي تقريبا 29 فيلم او 30 فيلم. بالنسبه لي انا يعني الحمد لله كويس قوي قوي. ممكن اعمل 5 افلام ويبقوا اهم او ابرك من 100، فاهمه؟ يعني انا ما عنديش انا عندي الكوانتيتي مش فاهمه يعني. الاهميه عندي اهم من الكم. يعني عايزه اعمل افلام مهمه وحلوه وتعجب الناس وتعيش معاهم ابرك من 500 الف فيلم يعدوا. عندي حاجات تعدي على فكره. عملت حاجات تعدي يعني راضيه عنهم يعني. راضيه عن كل حاجه عملتها الحمد لله، وبحمد ربنا، واتمنى ان يجي لي حاجات احلى، وان انا اعمل حاجات احلى، وان انا اشتغل مع مخرجين كتير واجرب هنا وهنا وهنا وهنا، لانه انا المخرج بالنسبه لي حياه يعني، فاهمه؟ العمل فيه ادوار كتير معقده وفي جرأة. يعني مدى التقبل يعني في الادوار الفيلم في جرأة طبعا، بس جرأة موضوعيه مش شكليه. يعني انا مثلا ما اقدرش اعمل مش عيب في اللي بيعمل كده، بس انا طبيعتي انا كبني ادمه كده، ما اقدرش اتجاوز الحته دي، مش عارفه اتجاوزها طول عمري على فكره. مش ان انا بقى عشان عندي ولاد وكده، لا، ومن قبل ما اخلف ومن قبل اي حاجه، انه ما بحبش اعمل مشاهد جريئه، بس مواضيع جريئه اوكي. تمام قوي. يعني الفيلم موضوع جريء لكن ما فيهوش مشاهد جريئه. لا ما بقى لا ما فيهوش. انا يعني هنروح نشوف وهنتكلم بعد الفيلم. هشوف والله خايفه. يعني محسساني ان اول مره تحضري عرض انا على طول خاص كده. يعني. لا انا على طول كده بتتوتري، وفي التصوير على طول كده بتبقي متوتره لغايه لما تشوفي راي الجمهور. خايفه ونفسي. خلي بالك كمان انا جايه من منطقه اللي هي بتاعت الكوميرشال والحاجات اللي بتنجح وكده، فعاوزه اعمل فن بينجح زي ما عملت 1-0، زي ما عملت بنتين من مصر. عايزه اعمل الفن اللي يتشاف، مش الفن اللي يتحط في الدرج والله عملت فيلم فني. لا هو الفيلم ده اصلا يعني انا احساسي والله اعلم، يا رب اتمنى انه ينجح ويكسب، وعشان المنتج يشتغل اكتر ويعمل افلام اكتر بالاهميه دي. بالعكس ما هو النجاح يعني استمرار. ان شاء الله يعني الفيلم ينجح، وانا عندي ثقه فيكم كلكم، انتي وصابرين وسوسن ونودي سوسن دي بحبها قوي. سوسن دي بحبها قوي. هي كتله من الجمال. هو عيد ميلادها كان الاسبوع ده، فبنقول لها كل سنه وهي طيبه. وهي فنانه عظيمه قوي وانا بحس انها مدرسه يعني، وانتي بتشتغلي معاها انتي جوه الاكاديميه يعني. ولذيذه ومريحه خالص. انا بحب الناس سهله. يبقى شهدك كانت معاها في الفيلم؟ هي ما بتطقنيش في الفيلم بالمناسبه، بس انا اول ما شفتها قلت ايه ده سوسو وقعدت بقى في حضنها. يعني انا هتلاقي كل المشاهد هي مش في التصوير، بس انا طول الوقت قاعده على رجلها. هي جميله. مش عايزه اعطلك وخلاص، لازم نطلع على الريد كاربت، ولينا لقاء ان شاء الله بعد الفيلم. هنشوف وبعد الفستان على الريد كاربت. لا الفيلم بقول لك ايه، ده انا طول الوقت بسجل الفعاليات عشان انسي الناس الفساتين. ايوه انا عايزه اوريهم الفعاليات والافلام من كتر ما انا عايزين نشوف يعني لا احنا بنلبس عشان طبعا لازم شغل مهنتنا وبلدنا ويبقى شكلنا كويس. ولازم مظهر النجمات المصريات. طبعا احنا مش اقل من الاجانب. فاكره لما رحنا مهرجان فينيسيا افتكروني اجنبيه، وانت اللي قلت لهم ان انا مصريه. ايوه كانوا فاكروكي اسبانيه حاجه كده. لهم دي ايجيبت. راحوا جايبيني من هنا، جابوني من هدومي كده طلعوني بره. وكان من اجمل المهرجانات، كان 1-0 وكان احتفال جميل في فينيس. اتمنى النهارده كمان يبقى احتفال مهم ليكي.
مبسوطه ان انت داخله بثقه النهارده المهرجان. الحمد لله. معاكي مسلسل نجح، الحمد معاكي لله. مروه، الحمد لله، معايا مروه ومعاكي جيجي، ورايحه جيجي. فهتخشي بقى بثقه يا قويه رب، كده يا رب، النهارده. إن شاء الله. واتمنى لكل الفنانين اللي في الفيلم النجاح، وانتظرونا بقى دلوقتي على الريد كاربت، هنكمل كلامنا ونشوف بقى هتلبس الجوتشي ولا البالمان على الريد كاربت ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي يا ابو. ميرسي يا حبيبي. حاضر بس هقفل بتاعت الاستاذه بقى. اه، لسه موجوده في الكلب. والله ثانيه واحده بس.